انسحاب نادي الزمالك. طبعا كلنا بنسمع الكلمه دي كتير، وبقالنا كام سنه بنسمع الكلام ده، خصوصا لما نادي الزمالك كيرفو ينزل ويبقى في اواخر الدوري ويبقى اي حد ممكن يكسبه، برغم ان هو كسب النادي الاهلي الدور الاولاني والاهلي كان غايب من القوام الاساسي بتاعه حوالي 9 لعيبه، ولكن النادي الاهلي عمل معاه مباراه كبيره جدا وقدر نادي الزمالك انه يكسب بتحركات الجزيري، وقدر انه يكسب ضربه جزاء من النادي الاهلي. يعني خبرات، لاعب دولي طبعا، جزيري لعيب كبير، مش لاعب قليل، بيعرف يكسب الالتحامات وبيعرف يحط جسمه قدام المهم يعني ان هو كسبه الدور الاولاني بالقاضيه على راي احمد سالم. طبعا احمد سالم ده المتحدث الرسمي اللي قال لك انا مش هلعب الا لما المنافس بتاعي يلعب كل مؤجلاته. احب افكرك بحاجه يا استاذ احمد، ان المنافس بتاعنا هو بيراميدز مش انت اوت اوف سيرفيس. انت السنه دي يوم ما هتفنش وتقول انا فنشت كويس هتفنش سادس. ده اختصارا بس، ده رد كده على التصريح اللي انت قلته. ثانيا، الاستاذ ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره قال لك العبوا غيرها. كل سنه او كل ما بيبقى الزمالك الكيرف بتاعه واطي او بينزل، وده طبيعي ان اي فرقه بتبقى في القمه بعد كده كيرفها بينزل. النادي الاهلي ذات نفسه اللي بياخد ثالث عالم كيرفه بينزل. المباراه بتاعت امبارح اهوت بسم الله ما شاء الله، يعني احنا فلتنا، عدت على خير يعني. تمام، وجاي لكم انا في المباراه بس في فيديو تاني ان شاء الله. انا بس برد على المتحدث الرسمي لنادي الزمالك استاذ احمد سويلم واستاذ حسين لبيب. استاذ حسين لبيب قال لك احنا مش منسحبين امام الاهلي، احنا منسحبين او مش هنلعب ال 17 ماتش اعتراضا على استكمال المسابقه بالشكل ده. ماله الشكل ده يا استاذ حسين؟ ما انتوا عارفين من الاول ان احنا الدوري بتاعنا مضغوط، وان الدوري بتاعنا هيخلص متاخر، وان وحاجات كتير قوي. هل لو انت ما كانش بيتاجل لك مبارياتك في الكونفدراليه زي النادي الاهلي ما كان بيتاجل له مبارياته في دوري ابطال افريقيا، ما كنتش هتاخد الكونفدراليه؟ صح ولا لا؟ كنت هتشموها ولا لا هتشموها؟ النادي الاهلي كان كذلك، لو لعب مبارياته ما كانش هيعرف ياخد دوري ابطال افريقيا، لان كان ده هيتصاب، ده هيجيله شد، ده هيبقى مرهق، ده طبيعي. فزي ما اتاجل لك اتاجل لنا، وزي ما اتعامل معاك اتعامل معانا. يمكن النادي الاهلي كمان لاعب زياده مباريات عنك، لعب الدوري الافريقي ولعب السوبر الافريقي ولعب السوبر المحلي، لعب حوالي 8 مباريات اكتر من نادي الزمالك، ورغم كده بتتكلموا على استكمال الدوري. يعني انا مش عارف بصراحه، مش عارف انتوا عاوزين ايه من الكوره. انتوا كرهتونا في الكوره. يعني احنا كنا بنستنى ماتش النادي الزمالك، ماتش النادي الاهلي، وخصوصا النادي الاهلي لان انا اهلاوي، ان انا اتفرج على مباراه ابقى مستمتع والدنيا جميله. دلوقتي بصراحه بقيتوا يعني خليتونا احنا مش عايزين نتفرج على الكوره المصريه تاني. او لو الاهلي بيلعب بقى في دوري ابطال افريقيا نتفرج، بيلعب في كاس العالم للانديه نتفرج، غير كده سدتوا نفسنا. فده كان تصريح. التصريح التاني بتاع استاذ احمد سالم كان بيقول لك ان احنا مش هنلعب الا لما المنافس بتاعنا يلعب او التقليدي بتاعنا يلعب. زي ما قلت لكم انا رديت عليه وقلت له ان انت مش المنافس بتاعي، المنافس بتاعي السنه دي نادي بيراميدز، حط تحتها 30 خط. طيب، اهم حاجه ان نادي الكرامه الوطنيه يكون قد كلامه وما يعملش زي حنفي ويرجع في كلامه. طبعا انتوا عارفين مين حنفي، اللي كان بيقول لك انا مش هلعب ويلعب، انا مش هعمل ويعمل، انا ما اعرفش مين كلمني في التليفون وقال لي معلش وعشان الدنيا تمشي والكلام ده. فيا ريت بس تكملوا كلامكم وتعملوا اللي انتوا بتقولوه، خليكم زي ما انتوا. واولا احنا بره الموضوع خالص، احنا كده كده اول الدوري او تاني الدوري، كده كده داخلين دوري ابطال افريقيا، وانتوا كده كده داخلين الكونفدراليه. انتوا مش عايزين استكمال الدوري ده عشان ما حدش غيركم هياخد الدوري، ادي القصه كلها. طيب، قبل اي حاجه اللي بيشوفنا اول مره لايك وفولو، ويا ريت ما تنساليش بدعمك هنستمر. وقول لي رايك في كومنت في اللي انا قلته. نادي الزمالك هيعمل حنفي ويرجع في كلامه ولا هيكمل؟ واللي انا قلته ان هو مش المنافس الحقيقي حاليا السنه دي، وانه لو فنش هيفنش سادس، ده كلام حقيقي ولا لا؟ كان معاك محمد الصيفي من ملعب الهداف على اليوتيوب وابطال افريقيا على الفيسبوك. اشوفكم في فيديو جديد. ده كان رد فعلي على انسحاب نادي الزمالك والهري اللي ملوش اي 30 لازمه. سلام.